أمطار وعواصف رعدية حاضرة بقوة خلال يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء على الولايات الشرقية الجزائرية. قبل خوضي في التفاصيل، المرجو من المتابعين والمتابعات الاشتراك بقناتنا لدعمنا وتشجيعنا لنستمر في نشر المزيد من الفيديوهات. خلال يوم الأربعاء 6 من ماي، استمرار تكونات رعدية على الولايات الشرقية الجزائرية وخاصة على الولايات الغربية. بداية من مساء يوم الأربعاء، دخول اضطراب جوي جديد محمل بأمطار وعواصف رعدية غزيرة وقوية أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة. رياح قوية بتيارت بسيدي بلعباس، عين وصارة بولاية بسعادة، بولاية المسيلة، بولاية جلفة. أمطار حاضرة كذلك بولاية المشرية ووهران وتلمسان ومعسكر وغليزان وعند دفلة وتيبازا وخميس مليانة وتسمسيلت وبالعاصمة الجزائرية وبالمدن الساحلية الجزائرية. استمرار هذا الاضطراب الجوي خلال يوم الخميس 7 من ماي على الولايات الوسطى والشمالية الغربية والولايات الشرقية الجزائرية. وخلال مساء يوم الخميس بحول الله، تشكل سحب غير مستقرة قد تعطي بعض الأمطار والزخات الرعدية المحلية القوية بجلفة، بسكرة، قسنطينة، بجاية بالجزائر العاصمة، بتيارت، بوهران، مثل مسان ومعسكر وغليزان وعند دفلة وتبانزا، مع انخفاض في درجات الحرارة في بعض الولايات الجنوبية وجنوب الواحات. وستبقى الأجواء غائمة إلى قليلة السحب بباقي الولايات الجزائرية. بخصوص التوقعات بعيدة المدى ابتداء من يوم الجمعة 8 من ماي، حسب آخر تحديث للنموذج الأوروبي للتطورات الجوية والتوقعات، فقط تبقى هذه مجرد توقعات والعلم لله. بخصوص الحالة الجوية المرتقبة ليوم الجمعة، أجواء غادي تبقى مستقرة ومشمسة إلى قلة سحب بجنوب الواحات وجنوب الصحراء، مع استمرار ارتفاع كبير في درجة الحرارة في بعض الولايات الوسطى والشمالية الغربية، مع تشكل سحب غير مستقرة فوق المرتفعات الجبلية قد تعطي بعض الأمطار والعواصف الرعدية، ويجب التوخي الحيطة والحذر وتجنب الوديان والمنحدرات. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالجزائر والأيام القادمة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا.